السلام عليكم ورحمة الله من قناة إسلام ون. هنتكلم في موضوع اللي هو ارتفاع حرارة طنبورة فرامل العربية من الأمامية. وزي ما حضرتك شايف ممكن درجة الحرارة تبقى خلي شكل الطنبورة زي ما حضرتك شايف، والتيل يسخن الطنبورة زي ما حضرتك شايف. دلوقتي هنشوف الفيديو ده. زي ما شايف حضرتك ده جهاز الفرامل على بعضه. هنفك المربوط بالمسمار ده والمسمار اللي فوق، هنفك المسمارين دول. ايوه، المسمار ده والمسمار ده، هنفك المسمارين دول واوريكم السبب اللي بيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الطنبور. هو طبعا السبب عبارة عن جزئين: يا اما الجزء ان البستم نفسه هو اللي قافش، او البنز اللي انا بفكه ده هو اللي قافش. فطبعا حلقة البستم ممكن هتشوفها في الفيديو بتاع صيانة أجهزة الفرامل أو صيانة الفرامل، وده فكنا فيه البستم بالكامل وعملنا له صيانة. فعندي المشكلة مش في البستم، المشكلة في البنز، ودي عادة بتبقى أكثر عرضة، لأن البنز ده بيبقى مكان للتراب والتراب اللي بينزل من التيل أثناء التآكل بتاع التيل. إنما البستم بيبقى في قلب الزيت وعليه زيت وعليه كاوتشة، فما بي إيه ما بيبص قوي يعني. بس على العموم وليه فيديو ممكن حضرتك تشوفه زي ما حضرتك شفنا كده. ودي نفس الطريقة اللي بنغير بيها تيل الفرامل. ممكن ترجع برضو للحلقة بتاعة تغيير تيل الفرامل. هنشيل لقمتين التيل، مش دول موضوعنا اصلا. طبعا باين عندي ان التيل عايز يتغير، بس ده مش موضوع الحلقة. موضوع الحلقة البنز اللي تحت ده اللي متعلق فيه الجهاز زي ما هو، والبنز اللي تحت صباعي ده. البنز اللي تحت صباعي ده المفروض محور ارتجاز طالع داخل اثناء الدوسه. يعني لو الدوسه انت حضرتك دوست فرامل، البستم بيطلع، فبيكون ده حر الحركه. واخد بالك ان هو ايه؟ مش حر الحركه او محشور او الصدى خلاه قافش. فبالتالي لما حضرتك بتدوس فرامل التيل بيمسك وما بيردش، لان البنز ده قافش ما بيسمحش لجهاز الفرامل بالمرور والعوده مكانه مره تانية. فبيفضل التيل يحك في الطنبوره لما تسخن زي ما حضرتك شفتها في اول الفيديو. فهنجيب حاجة بسيطة وندق بيها، وانا متعمد ان انا ادق بالمفتاح عشان اوريكم ان انا بدق بحاجة خفيفة، مش دق يعوج البنز. ولو تاخد حضرتك بالك ان البنز بيطلع. هنطلع البنز، وده مكانه شحم قديم او صدى او تراب. فهنقوم بعملية تنظيف للبنز اللي قدام حضرتك ده، ومكانه اللي هي الغرفة اللي هو بيبات فيها زي ما حضرتك شايف. ويا ريت يكون بقماشه، لما نستخدمش صنفره، لان ممكن الصنفره تجرح وتعمل تآكل، تخليه يعمل تآكل في مكانه. بص، هو المفروض يبقى حر الحركه زي ما حضرتك شايف كده. بس طبعا هو دي تقيل، بس انا بوريك اللي ايه الفكره. عشان لما حضرتك تدوس فرامل والبستم يخرج من مكانه والتيل يمسك على الطنبوره، لما تشيل رجلك مع رجوع الزيت البستم يرجع مكانه، وده يبقى ايه حر الحركه ويرجع الجهاز مكانه. طبعا في واحد فوق وواحد تحت اللي راكب عليهم الجهاز بتاع الفرامل. هننضفهم كويس، وهننضف القلب الداخلي بتاعها، وبرضه بحتة قماشة، وممكن ببنزين أو أي حاجة. المهم ما نستخدمش صنفرة نهائي عشان ما نجرحش القلب الداخلي أو البستم أو البنز. ولو الاتنين اتجرحوا هياكلوا في بعض ويخلي في عملية بوش، وتلاقي جهاز الفرامل نفسه بيخبط والعربية ماشية في المطبات تسمع صوت طقطقة أو خبط، لأنه طبعا بيبقى معمول بالمقاسات عشان يبقى بإحكام. فبالمفك وبأي فوطة قديمة أو قماشة قديمة ننضف الشحم والحاجات الناشفة اللي جوه. طبعا أنا كل اللي عملته في بداية الفيديو إن أنا يا دوب هويت المسامير، فكيت فردة الكاوتش وهويت المسامير عشان وقت الفيديو ما يطولش. ده كل اللي عملته في الفيديو، ما كانش بيتصور. وواحدة واحدة كده ننضف اللي فوق والجزء اللي تحت، يعني اللي فوق واللي زيه اللي تحت، لأن هما بنزين. ولو عجبك الفيديو وحسيت ان انت استفدت منه، يا ريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وتساعدنا في نشر الفيديو. فبيكون ان البنز يصدي ويقفش في مكانه.
ده من اهم العوامل اللي بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الطنبورة. وزي ما حضرتك شفت في الصورة المرفقة في اول الفيديو، ان ارتفاع درجة الحرارة دي طبعا بتأثر على الكاوتش، بتأثر على البلي، بتأثر على الطنبورة نفسها. ممكن في دوسة فرامل قوية وهي سخنة تتكسر، ممكن شوية مية لو دوست في شوية مية وهي سخنة كده تتكسر، او ممكن لو ما اتكسرتش بترف، بيبقى في عدم اتزان. بعد كده تلاقي دوسة الفرامل، تلاقي العجلة بتغربل لو بتدوس فرامل، او الطارة بترعش في ايدك لو بتدوس فرامل. طبعا هنشيل الكاوتشة، الكاوتشة بتبقى راكبة كبس كده، وننضفها برضو. وبعد كده لما نحس ان احنا نضفنا مكان البنز والبنز، هنحط عليه شحم. الشحم اللي انا بستخدمه شحم حراري زي اللي بيتحط في على البلي العجل الخلفي. هنحط حتة صغيرة عشان خاطر ما ينفعش تعبي مكانه، عشان طبعا لما تيجي تكبس المسمار الشحم هيعوقه. وهنحط الشحم على البنز، وبعد كده نكبس البنز ده مكانه، ونعمله زي عملية تليين، يزق الشحم اللي حضرتك حطيته. ويا ريت ما نكترش الشحم عشان ما يتكبس ورا في اخر المجرى بتاعته، ويبقى بيمثل عائق في دخول البنز مكانه. نركب الكاوتشة عشان ده طبعا دي مانع تراب. وبعد كده نركب البنز بتاعنا. واخد بال حضرتك ان الشحم بينطره لبره، بس شايف حضرتك السلاسة والمرونة اللي بقى فيها البنز؟ دي كده نفس الفكرة، او المفروض هو يعمل كده، ان حضرتك تدوس فرامل هو يرد تاني زي ما حضرتك شايف. وطبعا بيبقى فيه هوا بنطلعه، وزي ما عملنا في البنز اللي فوق هنعمل زيه في اللي تحت بالظبط، وننضف الاتنين، بيكونوا بالمرونة واليسر اللي حضرتك شايفه. وبعد كده نقفل جهاز الفرامل زي الأول. وكل ده موضح، طبعا أنا بختصر في وقت الفيديو لأن ما يعتبر عشان ما عيدش الفيديو، هو موضح في تركيب وصيانة جهاز الفرامل في الجزء الأول. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش بلايك وسبسكرايب، وشكرا.